طبعا يا بنات بسوي معكم اول وجبه، طبعا وجبه نظام اتكنز جدا سهله وبسيطه. اول حاجه يا بنات عندي هنا البروكلي، تمام؟ زي ما انتم شايفين فرمته. الكميه على حسب شخص كل وحده، يعني تبان كثير تبان قليل على كيفك. تمام، هذا البروكلي بأضيف عليه بعد يعني مكونات جدا يا بنات متوفرة في كل بيت، نظام أتكنز جدا مرن صراحة. هذا البروكلي عندي هنا جبن مبشور، هذه الكمية بس شوية شيء بسيط. بعد عندي بيضتين، ممكن 3 ممكن 4 على حسب كل شخص. طبعا أنا نظامي أتكنز ونظام وجبتين فقط. هذه الوجبة الأولى، وبحط عليه شوية رشة زعتر، يعني الدنيا ما شاء الله اليوم أخضر، شيء بسيط. بحركها معاكم، حطي عليه ملح، حطي عليه اللي تبغينه، بس انا ما حطيت ملح ليه؟ لانه اوريدي الجبنه مالحه. تمام، شوفوا الجبنه مالحه. كذا بيكون جاهز. ممكن تحطين فلفل اسود، ممكن ملح اللي حبته. هنا يا بنات عندي الصراج بنات، هذا بخاخ زيت الزيتون، بخاخ زيت زيتون. بعد ما اخلص حطيت فيه زيت زيتون. تمام، يعني سواء نظام أتكنز أي نوع يا بنات نظام زي كذا. شوفوا كمية جدا جدا بسيطة، يعني وانتم شايفين عليه يدوب كان زيت. طيب بأضيف الآن عليه هذا فطيرة يا بنات مشبعة ولذيذة وغنية بالبروتين، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تشبعك فترات طويلة. تمام، بأفردها الحين، بغطي عليها تقريبا 5 دقائق كذا وخلاص. طبعا بعد ما خلص البنات ما شاء الله تبارك الرحمن تفتح النفس، بسم الله، فظيعة يا بنات حجمها. بسم الله. طبعا يا بنات بحشيها صراحة بذات الصوص اللي عندي من قبل، اللي سويته من قبل يا بنات تونة مع الأفوكادو، بس طبعا الكمية زي ما سويته أفوكادو حبة مع حبة تونة صغيرة مصفى، وعليها يا بنات شوية صوص رانش وصوص الشطة. شوفوا يعني من جد يا بنات مشبعة بمعنى الكلمة، ضروري تجربونها. الناس اللي ما تحب البروكلي ممكن تحطون زهرة، بس طبعا الكمية زي ما شفتوها. شوفوا، وبالعافية يا رب مع كاسة شاي ولا أروع.